أنجح وأخف خبز ساندويتش ولا ميني مطلة رايحين تجربوه. هاد الوصفة ناجحة 100%. يلا نبداو في الوصفة. أول حاجة في بول عندي 2 كيسان فرينة مغربلين، زدت عليهم كاس دقيق يكون رطب وباكي خميرة الحلويات، مغرفة كبيرة لحظة، مغرفة كبيرة خميرة الخبز ما تكونش معمرة مليح، مغرفة صغيرة سكر ومغرفة صغيرة ملح. دخلتوا جميع المكونات الجافة ولموها بماء دافي. انا دات لي حوالي كاس، نعجنوها مليح بالبيتخون ولا بيدينا حوالي 10 دقائق. حنا نعجنو فيها حتى نتحسوا العجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد. نغطيها ونخليها تخمر. للحشو قليت صدر دجاج اللي حنخلي لكم توابل مكتوبين اسفل الفيديو مع شويه بصل وفلفل حلو وخليتهم بشي يبردوا. بعد ما خمرت العجينه مليح نهبطوها على الخمار. انا هنايا قسمتها لكوريات صغار وزن 75 غرام، نحطهم في بلاطو فيه صرفيطه ورشيت عليها شويه فرينه وحطيتهم وغطيتهم بصاشي وخليتهم يريحوا حوالي 2 دقائق. بعد ما يريحوا نرشوا سطح العمل بشويه فرينه ونحلوا العجينه تاعنا ما تكونش رقيقه وما تكونش خشينه بزاف. نعاودو نحطهم في البلاطو ونغطيهم بصاشي ونخليهم يخمروا حوالي 5 دقائق فقط. بعد ما يخمروا نحطهم في طاجين يكون سخون مليح والنار تكون قاويه. كل 6 ثواني نقلبوهم حتى يتنفخوا. ونعاونوا روحنا بالشاليمو اللي عندها الشاليمو خير وخير باه تعاونوهم يحمروا ويطيبوا لكم ويتنفخوا لكم في نفس الوقت. نبقاو نديروا هكا ونقلبوا فيهم حتى نكملوا كامل الكميه. كيما نخلصوا نحطوهم في ساشي ونحطوهم في طرف ولا صرفيطه ونغطيو عليهم ونخليهم حوالي 5 دقائق برك حتى يعرقوا. وشوفوا لي النتيجه. هذه احسن وصفه خبز مطلع تقدري تجربيها في حياتك. وصفه 100% ناجحه ومضمونه. هذا الخبز يجي من داخل فارغ وطري، واللي يحبوا فيه بزاف البابا يحلوها شويه خشينه، والحشو يكون اختياري. وبصحتكم في وصفات اخرى ان شاء الله.